ورجعت لكم بعد غياب كتير طويل، وأكيد رح أخبركم شو صار معي وليش أنا كل هالفترة غايبة. خلوكم من نهاية الفيديو حتى تعرفوا كل شي. فيديو كتير قصير بس عن جد هيك اضطريت بس حتى أصور لكم شوي، لأن عن جد ما عم بقدر أصور ولا عم بقدر إني حتى منتج. يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي، معكم جنى هوم. مبارك عليكم الشهر، إن شاء الله يا رب هيك يجعل رمضان خير وبركة علينا وعليكم يا رب. خلونا نكسب الصلاة على النبي ونكسب الأجر أنا وإنتو إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا صبايا، شكرا كتير لكل حدا سأل عني، وخصوصا كمان كمان أمريكان، أختي أمريكان. هي عندها قناة وعن جد بتشكر من كل قلبي عن جد إنه كانت هيك تسأل عني وتطمن عني، وإن شاء الله يا رب هيك عن جد تطمن عليها العافية، وشكرا كتير كتير إلك. والله يا صبايا هيك إنه كنت هون جايبة هيك تسويقة رمضان. طبعا أنا تأخرت فيها كتير كتير لأنه كان سبب غيابي عن القناة كان هيك لظروف كتير صعبة، وكان هي عن جد هي الأكتر من سبب إنه ليش أنا تركت يعني القناة بهالفترة هاي. أول شي يا صبايا، أنا كنت بدي أنقل من البيت. طبعا رح أخبركم هيك بسرعة، وأكيد رح أخبركم بالفيديوهات الجاي أكيد بالتفصيل. بس كنت أنا بدي أنقل من بيت لبيت، وكمان على أساس إنه هيك ضبيت الأغراض بسرعة وكذا، وكان ما عندي مجال إني أصور نهائيا. وبعدين والله إنه قبل رمضان بيومين 3 كمان تخيلوا إني أنا تعبت كتير كتير ودخلت المشفى وركبت سيروم، وكمان ضغطي إنه يضل نازل. فعن جد وضليت هيك شي أسبوع قاعدة عند الماما، فما كنت بحسن صور ولا بحسن منتج ولا بحسن أعمل أي شي. عن جد يعني كان كتير هيك إجاني هالأسبوعين ضغط من كل شي. يعني إنه أول شي غير المرض، إنه أساس إنه أنا ضبيت الأغراض وبدنا ننقل على بيت تاني. بعدين قررنا أنا وزوجي إنه لأ نبقى بالبيت وندهن البيت. فتخيلوا أنا إنه الأغراض كلياتها ما أنا موجودة، يعني المطبخ وكل شي أنا بالبيت فضيته. هون عن جد أنا تعبت نفسيتي كتير. يعني تخيلوا أنتوا قاعدين بالبيت وضابين البيت كلياته، عن جد كتير صعب. بعدين أنا إنه قبل رمضان بشي 4 أيام هيك حاولت إني أرجع شوية أغراض، بس لحتى إني أنا قاعدة يعني رجعت هيك كم غراض وهيك يعني إنه شوي. بعدين والله يا صبايا إنه فجأة مرضت وقعدت عند الماما، وهي عن جد ما كانت لا على البال ولا على الخاطر يعني. وكتير اتضايقت إنه كان جاي رمضان. هلأ هذا الفيديو اللي أنا منتجت لكم إياه هذا اليوم تاني يوم رمضان، بس عن جد ما كنت حاسنة والله يا صبايا نهائيا إني منتج ولا نهائيا إني أصور. يعني عن جد يعني هيك حبيت إني بس أنا عم ضب الأغراض. لما جيت على البيت جيت أول يوم رمضان هو امبارح، جيت على البيت ضبيت الأغراض صورت لكم، واليوم منتجت ورح نزل الفيديو إن شاء الله. فعن جد كان التصوير كتير كتير سريع، بس عن جد ماني قادرة إنه يعني ماني قادرة إنه شو إنه يعني عن جد كفي. بس ما والله أنا إنه إذا عن جد يعني كان إنه حابة أعمل هيك كتير شغلات حلوة برمضان، بس للأسف ما كانت من نصيبي. وإن شاء الله يا رب هيك أكون مصحصحة وحاول أصور لكم وننزل لكم يومياتي أو روتيناتي بالأكتر. هون يا صبايا كنت رايحة اشتريت هدول الأغراض. بتعرفوا انتو يعني نحن بالعادة هيك بنشتري كميات كبيرة. هالمرة والله بصراحة هيك أنا مريضة وتعبانة، فحاولت إني أشتري شو يعني المضطرة هيك كتير عليهم أو اللي بحتاجهم إنه بفترة معينة. يعني اشتريت مثلا إنه رز القصير 4 أكياس أو 4 كيلو. اشتريت مثلا إنه 5 كيلو طحين. بتعرفوا الطحين كتير كتير عن جد بنستعمله. هلا هون كمان علب سهول، علبة شيدر. نحن بصراحة بنحبها مع السمبوسة أو السمبوسك. بحب أنا لفها كتير كتير طيبة. هاي كمان واحدة شوكولا واحدة لوتس. بتعرفوا انتوا الولاد لما هيك بصوموا وكذا انه بتشهونوا انه على السحور شو بدن. وكمان جبت هيك شي 5 أو 6 يمكن أندومي. بس بصراحة نحنا ما بنحب كتير الأندومي، فأنا هيك بس اشتريتها إنه أنا على أساس إنه الولد إذا اشتهى شي يعني بين السحور بين السحور وبعد الفطور إنه إذا الواحد اشتهى شي إنه ياكله. وهون كمان كنت جايبة بهارات ماجي وبهارات جبنة وبهارات ملح صيني.
بصراحة أنا ملح الصيني ما بستغني عنه نهائيا للكبسة وكمان للرز البزالية أو هيك الأكلات مثلا بدها ملح صيني. وكمان اشتريت علبتين عصير، ما كترت عصير بصراحة لأنه عن جد يعني لما فتت هيك على إنه اشتري الأغراض ما كان إلي نفس اشتري شي، بس إنه مضطرة أجيب شوية أغراض هيك لحتى أدبر أموري فيهن. وكمان إنه اشتريت شعيرية ومعكرونة. بتعرفوا انتو المعكرونة، نحنا كتير المعكرونة عنا أساسية يعني، ما بنستغني عنها. خصوصا يعني بحبوها يوم أي يوم لا، وإذا زادت بياكلوها على السحور يعني كتير كتير بنحبها. وكمان جبت رطب تمر هيك كمان علبة صغيرة، قلت خلص بس تخلص وإن شاء الله بكون صحيت، يعني إنه الواحد بيقدر يجيب اللي بده إياه. وكمان إنه هيك يعني اشتريت شغلات إنه يعني من اللوازم الشعيرية، رز كبسة. رز الكبسة اللي جبته بصراحة ما جبت رز كبسة العادية، جبت رز كبسة الرز الأبيض. أنا بحب رز الأبيض، إنه الكبسة برمضان أكتر بلاقيها هيك خفيفة كتير كتير، يعني بحب أشوي الفروج وأعمل رز أبيض حده، بلاقيها كتير كتير طيبة. حسيت يا صبايا هيك بعد حتى ما جبت هالأغراض حسيت عن جد ناقصني كتير شغلات يعني. سبحان الله، بتلاقوا قد ما الواحد يجيب بتلاقوا عن جد كتير هيك بس يجي على البيت بتذكر إنه بده شغلات. وجبت كمان هيك كيس بوشار، فقلت الواحد هيك بحب يتسلى شوي بعد الفطور هيك يعني أنا بحس إنه قبل السحور بحب هيك يتنقرش الشغلات هيك الواحد. أنا على الأغلب إنه بضل سهرانة يعني للساعة 5 الصبح، نحن بيأذن عنا الساعة 5 وشوي يعني، فبتحسوا إنه الوقت كتير كتير طويل يعني. فأنا بضل سهرانة، فبحس إنه هيك يعني إنه مثل شغلات إنه طيبة البوشار وهيك يعني لذيذ. وهون يا صبايا بعد ما هيك فرطت الأغراض كلياتها وصرت ضب الأغراض كلها. بس في شغلات والله ما صورت لكم إياها لأنه عن جد يعني ما عدت أحسن، توقفت كتير. وكمان يعني حسيت إنه ما خرج إني أصور، وكمان ما خرج إني هيك أعمل لكم، بس أنا هيك بعد ما خلصت الضبط بكلياتها صورت لكم شوي إنه كيف يعني بعد ما خلصت المطبخ وهيك. والله ضليت شي 3 ساعات أو 2.5 ساعات فيه، فضليت وقت كتير كتير والله طويل في المطبخ أنا عم ضب الأغراض ونظفه. بتعرفوا انتو انه انا كنت تاركة البيت، فالبيت كتير كان عن جد بده تنظيفات كتير يعني. وانا بحب انه لما يجي رمضان اكون منظفة البيت، عملت له تعزيلة خفيفة، بس هيك رب العالمين رايد لي وهيك كانت ظروفي، فما حسنت اعمل شي. فقلت خلص ان شاء الله هيك بس اني صح وتصير اموري تمام، اني خلص بمسك هيك غرفة غرفة بالمطبخ وكذا، يعني انه بقدر اعمل الشي اللي بقدر اعمله بعمله. والواحد اذا مو قادر يعني فيعني شو بده يعمل، ما طالع شي بالايد نهائيا. ولو وصلت معي لهون ما تنساني من اللايكات الحلوة، الله يجبر بخاطركم يا رب. انا كتير بحاجة لدعمكم بهي الفترة، وخصوصا بعد ما قصرت انا بالقناة. وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. حبايب قلبي دخيل قلبكم، عن جد اشتقت لكم كتير كتير. طمنوني عينكم كلياتكم، والله يا صبايا ما قدرت حتى اشوف فيديوهاتكم. اكيد للي انا متابعتهم من زمان وهن اخواتي وحبايب قلبي، بس عن جد ظروفي كانت اصعب من هيك بكتير، فانا ما قدرت اشوف ولا فيديو لكم بهاي الفترة. حتى عن جد يعني قلت لهم انا الجوال بس هيك اطلع بالساعة وارجع حطه بالارض، يعني عن جد والله يا صبايا غصب عني حتى عم بنتج لكم هلا. وبس شو بدي اعمل، عن جد انه اشتقت لكم كتير، ومو لازم اني اوقف القناة اكتر من هيك. وان شاء الله يا رب هيك تدعوا لي اني اقوم بصحة وسلامة فورا. وان شاء الله يا رب بحاول انزل لكم انه روتينات انه برمضان كيف اجواءنا. وهون يا صبايا ما تقولوا انه الكمية كتير كبيرة عن جد انا كتير بستعمل الطحين، وبستعمل الكمباودر، وبستعمل كمان الخميرة والفانيلا. بحس انه كل يوم هيك الوحدة بس انه تكون صايمة بتصير تطلع اكلات كتير هيك يعني. وبتعرفوا انتو انه كل شي بده هاي الشغلات، يعني الكمباودر والفانيلا والخميرة يعني. وهيك يا صبايا كان معي بعد ما خلصت عن جد هدول الوردات يا صبايا قديش هيك كانوا زعلانين ودبلانين ونشفانين، والله العظيم هيك فتت فورا سقيت الوردات. عن جد أنا
هيك بعد ما خلصت حسيت إنه هيك تروحن شوي يعني. فورًا أنا جيت سقيتن وهيك يعني أول امبارح، وعن جد حسيت إنه كتير يعني زعلانين عفرائي. وهون ناقعة فول وحمص بدي أسلقهن وأحطهم بالفريزر، أكيد رح أصور لكم كمان كيف أنا هيك بسلقهم، بحطهم بالفريزر وبستعملهم. وهيك يا صبي بعد ما رتبت، طبعا ما تقولوا إنه هذا الترتيب نهائي، لأ أنا رتبت هذا كل شي هيك بس من قريبه، حتى بس هيك حس إني أنا ضبيت البيت رتبت هيك من قريبه. وحسيت إنه يعني معي أنا برتب، ومعي بحاول إني أعمل كل شي بس هو الواحد يكون بصحة وعافية. وهيك وبكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بشوفكم فيديو جديد وروتين جديد، تضلوا بألف خير يا رب. ادعوا لي صبايا، وأهم شي ما تنسوني من اللايكات الحلوة، عن جد بحاجة دعمكم بهاي الفترة. حبايب قلبي عن جد إن شاء الله هيك بصور لكم فيديو جديد وبكون متعافية أكتر. استودعتكم عند رب العالمين، ومبارك عليكم الشهر جميعا.